السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا أصدقائي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة التمرين رقم 49 برنامج الإعداد العام الخاص بالناشئين. زي ما قلت لك قبل كده البرنامج ده بيخدم فئة 11 سنة إلى فئة 15 سنة. مهم أوي قبل ما تشتغل على الوحدة التدريبية تراعي حاجات مهمة، وقبل ما تشتغل على البرنامج بشكل عام تراعي نقط مهمة جدا. أول نقطة مهمة عندنا إن احنا لازم نعمل كشف دوري للسباحين ونطمن على حالتهم الصحية وتتأكد إن هم معندهمش أي مشكلة، عشان انت لو اشتغلت معاهم حمل بدني ما يأثرش عليهم تأثير سلبي. النقطة التانية والمهمة، ضروري قوي السباحين اللي معاك يكونوا عارفين جميع مهارات السباحة. اشتغلت معاهم دريلات كتير، عندهم حصيلة دريلات وده شيء مهم جدا. عارفين الهاي تكنيك بالنسبة للترنات الاستريمات البريك اوت بتاع الاربع عمات. ده هيساعدك في ان انت ما تتعطلش وتشتغل وتطلع نتائج في وقت قليل. النقطة التالتة والأخيرة والمهمة، ضروري قوي قبل السباح ما ينزل التمرين ويعمل وحدة تدريبية يعمل إحماء أرضي دراي لاند ستريتشنج، وده هيساعده في ان هو يستفيد من الوحدة التدريبية اكبر استفادة. النهارده التمرين رقم 49 زي ما قلت لك قبل كده هشرح لك كل تفصيلة في التمرينة، وهتكلم عن ابسط وادق التفاصيل علشان تقدر تنفذ التمرينة والوحدة التدريبية دي وتطلع بيها بافضل نتيجة. مهم قوي برضو حاجة بحب اقولها كل مرة، ان انت ممكن تعيد التمرينة مرة واتنين بحد اقصى ثلاثة لو العدد معاك مثلا مش احسن حاجة، لو في غيابات، لو انت التمرين راحت منك او لا قدر الله ما كنتش مركز في التمرين. خلينا نركز النهارده ونقول ان التمرين رقم 49 تمرينه قويه جدا ومهمه جدا، التوتال بتاعها 1800. التمرينه بتكون مكونه من مجاميع اساسيه، والمجاميع الاساسيه بداخلها مجاميع فرعيه. عندنا الورم اب والبري مين والمين سيت والريكفري، والتوتال زي ما قلت لك 1800. ركز في كل تفصيله علشان توصل لافضل النتائج. الورم اب اللي هو التسخين عندنا عباره عن 400 متر مقسومين 200 سباحه، 100 ضربات رجلين، 100 دراعات من غير رجلين. يعني بتقول للسباح عندك 400 متر حرة بتشتغل 200، يعني رايح جاي 8 مرات لو شغال على 25، رايح جاي 8 مرات. ركز في الاستريم، ركز في التيرن، ركز في شكل العومة، عوم بالراحة وركز في التكنيك بتاعك. هتعمل 8 مرات على السباحة، هتعمل 100 رجلين يعني 4 مرات، وهتعمل 100 دراعات من غير رجلين. ممكن السباح يحط البول بوي ما بين رجله او يعمل رجله كروس اللي هي تكون فوق بعض. المهم ان احنا عايزين نركز في الشدات بتاعت السباح علشان نسخنه، علشان التمرين النهارده قوية جدا. البرين مين عندنا النهارده ودي بداية الدخول في أهداف التمرين، عبارة عن 200 متر. 200 متر بتتلخص في 8 في 25 دولفين كيك أندر ووتر ويسفانس، والريست 25 ثانية. خلي السباح يلبس الفانز اللي هي الزعانف، بيبقى اسمها فانز أو اسمها زومرز أو بيبقى ليها مسميات في برامج كتيرة، بس هي عندنا البرنامج ده اسمها فانز. المهم السباح بيلبس الزعانف وبيشتغل اندر ووتر 25 طول ال 25 اندر ووتر كيك دولفين، بتبقى سريعه او قويه، يمسك ميه برجليه قافل على راسه ستريم لاين. ده مهم جدا علشان يعمل لنفسه اتجاه او مسار داخل الميه. مهم قوي السباح ما يكونش طالع فوق الميه ولا في نص الميه، يكون السباح اندر ووتر تحت الميه جدا. طيب افترضنا مثلا لو نفس السباح ما جابهوش على اساس ان ده اعداد عام، يعني لسه الناشئين بتعلمهم، ممكن السباح اول ما يطلع بتقول له يطلع ياخد نفس واحد اثناء العوم ويكمل فينش حرة، يكمل دراعات سريعة وكيك حرة ويخش على الحيطة كويس. الريست بتاعنا 25. طبعا بنأكد على السباحين على تأدية المهارة، اللي بندي نصايح لو حد عنده مثلا مشكلة في التكنيك او في اداء التمرينة. لو الناس عايمة كويس والسباحين ادائهم كويس فبتقول لهم عايش يلا نخش على اللي بعديه. المين سيت عندنا النهارده كيلو 100. كيلو 100 عبارة عن 4 في 100 فري، 75 سترونج و25 سبرنت، ريست 30. حلو قوي المجموعة دي. سباح بيعمل 75 قوية، الشدات بتاعته قوية، عايم ماسك مية. بعد كده ال 25 الأخيرة بعد التيرن بيطلع منها سبرنت، يعني بيقلل النفس على قد ما يقدر، دراعات ورجلين تردد عالي وسريع، راسه بتكون جوه المية، النفس بيكون من اتجاه واحد وقليل. وده بيساعدنا ان احنا طبعا يعني نتجنب ان احنا نعطل في التمرين. السبرنتات مهمة قوي، ان السباح هيبدأ يخش له سبرنتات. ده هيساعده في ان هو ان شاء الله مستواه يعني يتحمل السرعة. تحمل سرعة. تحمل سرعة يعني ايه؟ يعني هو يكون عنده 75% عام قوي وتحط له سرعة فيبقى عنده تحمل سرعة مجموعات كتيرة وتكراراتها يعني. 4 في 100 بنريح 30 ثانية. بنخلي السباح برضو نشرح له التمرينة ونقول له لو عنده مشكلة في حاجة يظبطها ويركز فيها، وده يساعده إن شاء الله إن مستواه يتطور بشكل كبير. بعد كده عندنا 6 في 50 باك بيلد 25. الريست 25. كل 25 بيلد يعني السرعة بتزيد كل 25. الريست 25 ثانية. طيب
6 في 50 سهلة قوي. ستريم لاين، بريك اوت، مش دريل، بيلد اللي هو السباح السرعة بتاعته يعني مثلا أول 50 هتبقى بطيئة، التانية سريعة وهكذا. ده هيساعد السباح برضو في ان احنا بنبدأ نطور التكنيك بتاعه، ان هو يخليه يعوم سبرنت، يبقى سباح سبرنتر، فبتطلع معاه بالتكنيك الايزي، بعد كده مودريت، بعد كده الميدل، بعد كده السترونج، بعد كده السبرنتات، فتلاقي ان السباح بدأ يبقى قوي معاك على المدى الطويل ان شاء الله يعني. بعد كده المجموعة اللي بعديها اللي هي التالتة بتبقى 4 في 50 اي ام اوردر، الشدة 85 والريست 40. الاي ام ده احنا قلنا قبل كده اللي هو individual ميدلي، تمام. 75 على كل عومة، يعني 75 على الدولفين. هو هنا كامل، مش دريلات يعني. برضو انا بفضل في الكامل ما نزودش على السباحين، وبالذات السباحين الصغيرين اكتر من 25 كامل. ممكن تخلي اول 25 كامل بعد كده دريل عادي، لو غيرت في التمرين مفيش مشكله على حسب مستوى السباحين اللي معاك. يبقى نخلي في ال 75 دولفين هنخلي اول 25 دولفين كامل، ال 50 اللي بعديها عباره عن دريل الدولفين. عندك دريلات كتيره قوي ممكن تبدل او تغير فيهم يعني، وما تخليش السباح اللي معاك يتعود على دريل واحد، ده هي يعني هيخلي السباح ما بيتطورش معاك، فاديله حصيلة دريلات كتيرة على الرجلين وعلى الدراعات وعلى البروكنج زي ما اتفقنا. ولو مش فاهم حاجة ابعتلي في الكومنتات وانا هفسرها لك يعني. يبقى نخلي 25 دولفين كامل، 50 دولفين دريل، بعد كده هنخلي الباك 25 باك كامل، بعد كده 50 باك دريل، كده هنخلي 25 بريست كامل، هنخلي 55 بريست دريل، اخر حاجة بتكون 25 حرة كامل، بعد كده ال50 الأخيرة بتكون حرة دريل. نوع في الدريلات على قد ما تقدر، طبعا ده بيأهل السباح ان هو مستواه يتطور بشكل كبير. الأخيرة بتكون 1% فري فاست، السباح بيعوم سريع. برضو بتمسك له تايم وتفهمه ان ال100 دي عبارة عن تيست، يعني احنا بنشوف بعد التمرينة القوية دي انت هتجيب كام في المية. وده طبعا بيساعد ويأهل السباح ان مستواه يعلى، بيكون عنده تحملات سرعة. فالتمرينة النهاردة جميلة قوي وثمينة، هتساعد السباحين ان شاء الله ان هم مستواهم يتطور بشكل كبير. الريكفري عندنا عبارة عن 100 سموزي سويم، يعني تعوم اي عومة انت مختارها بالراحة. انا بفضل طبعا الباك بريست لان هو بيخلي السباح النبض بتاعه ينزل والنفس يرجع طبيعي، وما تطلعش السباحين بره المية غير لما تتأكد ان السباح النفس والنبض راجع طبيعي عشان نتجنب اي اصابات. التوتال النهارده 1800. الكلام ده كله كويس قوي، ركز يا بطل في الفتره اللي جايه ان شاء الله هنزل لك كل يوم تمرينه وهنتكلم فيها عن الاعداد العام. ابعت لي قول لي السباحين اللي معاك فئه كام سنه، ناشئين، انت بتشتغل معاهم على ايه، مستوى متطور ولا لا. ابعت لي قياساتهم في الحره وفي الباك والبريست والدولفين، 50 100 200 400، وان شاء الله مستواهم هيتطور، ولما يبقى فيه منافسه او بطوله او اي حاجه يعني تصدق ان احنا نثبت نفسنا بامر الله هتلاقي نتائج هاي. شكرا ليكم يا شباب، اتمنى لكم التوفيق، واشوفكم ان شاء الله في الحلقه اللي جايه مع التمرين رقم 50. السلام عليكم ورحمه الله.